لو مهتم بالصيد بدود السبلة انصحك تخش تتفرج على الفيديو ده للاخر عشان هتسمع كلمتين مهمين. السلام عليكم، معاكم اخوكم ايمن عرف. ان شاء الله مكملين في سلسله تعليم صيد الغله، ويا ريت اي حد عنده مشكله في صيد الغله يكتب لي في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليه. النهارده هتكلم خارج بقى، معلش سامحوني، صيد الغله. هتكلم عن الصيد بدود السبله، لان بصراحه الموضوع ده يا جماعه مش حلو. مع احترامي للناس اللي بتصطاد بدود السبله، الصيد في الاول وفي الاخر يا جماعه دي هوايه، وهوايه نزيهه. فمعلش دود السبله حاجه مش نظيفه، مش حلوه. و... وللاسف يعني اللي بيطلع يتكلم عليها ده يعني الله المستعان. الصيد بدود السبله ده اخر حاجه ممكن تفكر فيها. ازاي انت معلش راجل صياد؟ ده الصيد ده قاعده معاك لقمه هتاكلها ازاي بالبتاع المقرف اللي في ايدك ده؟ وبعدين ليه بديل؟ كل اللي بيطلع يتكلم يقول لك الطعم غالي والبديل بتاعه دود السبله. الطعم غالي والطن بكذا ومش عارف الربع بكذا. لا يا جماعه، الدود غالي عليك، ليه كذا بديل. ممكن تصطاد بعجينه، ممكن تصطاد بريمه، وهتاخد احلى سمك من الدود السبله ده بالريمه. الريمه دي طعمايه سحريه، احلى طعمايه وببلاش. لكن انت معلش ما تبقاش راجل صياد هاوي وتصطاد بدود، معلش ده حاجه كلها ميكروب وقرف، حاجه مقرفه. فمعلش يعني سامحوني، مش عايز اهاجم حد، بس بلاش الصيد بدود السبله، لانه عمال ايه بينتشر كده زي النار في الهشيم. يقول لك سمسم عشان بقى ايه لطفوا الموضوع شويه يقولوا عليه سمسم. لا ده مش سمسم، ده حاجه مقرفه. انا دلوقتي راجل صغير قاعد معلش يعني اكل لقمه ازاي وانا قاعد، ولا اعمل كوبايه شاي وانا حاطط ايدي في البتاع المعفن اللي كله ميكروبات ده؟ انا بعرف منه، بعرف من المصاريين. بس صاد لي بدود معفن طالع من المخلفات. فرجاء يا جماعه ما حدش يعلم حد يصطاد بدود السبله، خصوصا ان هو ليه بديل وبديل ناجح. البولت يا جماعه بياكل اي حاجه. اسمع بقى مني بقى، البولتي بياكل اي حاجه. هتاخده بالعيش، ده بالمكرونه خدوه، بالرز العادي والله، لو رميت في زفرت رز هتاخده بالرز. البولتي بيخش على اي حاجه بترميها له. بالتوت، لو فوق الترعه كده في شجرتين توت ومسقطين توت في الميه، السمك متعود عليها، بتاخده بالتوت، وبتاخد وحوش بالتوت. لو في مزرعه عنب وعنب بيترمى في البتاع هتصطاد بولتي بالعنب، هتاخد بالعنب بولتي. فانت سبت الدنيا ضايقت عليك وراح تصطاد بدود معفن طالع من معلش من الزباله وتقول لي سمسم؟ فمعلش سامحوني، محدش يعلم حد يصطاد بالدود المقرف ده. خليك انت راجل صياد مثلا يعني، ويطلع معاك واحد صاحب ولا واحد قريبك عايز يخرج يصطاد يغير جو بتاع، هتقول له خد حط ايدك في البتاع ده اصطاد بيه؟ لا، حاجه مقرفه جدا. خصوصا ان هو ليه بديل وبديل ناجح. اصطاد بالريمه، والله الريمه دي شغاله صيف شتاء نهار وليل، وبتجيب ما فيش سمكه في الميه ما بتجيبهاش الريمه دي، وبتجيب وحوش. بدل ما تضيع مجهودك ان انت تصطاد بدود معفن، وما بيجيبش معلش غالبا غير البتاع الشر المعفن ده، ما انا شفتهم قدام عيني. ما بيجيبوش غير الشر الصغير ده زي الدود كده بالنهار، نادرا لما ما هيجيب معاك سمك. ولو السمكه واكله هتاخدها بالعجينه وهتاخدها بالريمه. فانت ما اصطاد صح، ما تضيعش مجهودك في الصيد غلط. انت كده معلش، انت كده طلعت تصطاد وكده بتعمل مجهود، اعمله صح. هتلاقي ثمره وهتمسك سمكه كويسه، وهتقعد قاعده كويسه، وهتعرف تاكل لقمه، وهتعرف تعمل شويه شاي، تعرف تعمل كوبايه قهوه وانت قاعد. لكن طول ما انت قاعد في ايدك في البتاع المعفن ده، ما ده الصيد معلش هو هوايه ونزاهه. مش انت معلش مش طالع تاكل عيش. اللي انت بتعمله ده شغل بقى هنقوله مضطر صيادين اكل العيش. لكن انت راجل هاوي، طلعت جبت سمك ما جبتش مش في دماغك. انت راجل طالع ايه بترفه عن نفسك وتقعد قاعده حلوه، تشرب لك شويه شاي، كلت لقمه. هو ده الصيد يا جماعه، قاعده ونزاهه. لكن تقول لي سامحوني بقى معلش الجماعه اللي بيصطادوا بيه، ويا ريت اي حد يسمعني ما يصطادش بتاع المقرف ده. خصوصا ان ليه بديل ياما، اصطاد بالريمه، اصطاد بالعجين، اصطاد باي نصيبه، ما تصطادش بالبتاع المقرف ده. والله المستعان. واي حد عنده مشكله في صيد الغله يكتب لنا ان شاء الله في التعليقات، وان شاء الله نرد عليكم. وان شاء الله اصور لكم سمكتين في اخر الفيديو باذن الله، وربنا رزقنا النهارده. وجزاكم الله خير دعواتكم. بسم الله ما شاء الله. على صايع، على صايع، عايز تخلع من عنكب يا صايع. عنكب ما بيسميش. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الله اكبر. على بسم الله ما شاء الله. اوعى يا صايع. بسم الله الله اكبر. بسم الله تبارك الرحمن. بسم الله بسم الله. تعالى يا صايع تعالى. لا تسرق المراية.
وكالة هي ملهاش صحاب. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الله أكبر. يا ابن الجزمة، يا بركة بسم الله. تعالى يا صايع. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله.